السلام عليكم. اليوم راح نسوي نوع جديد من السندويشات الباردة، وهي سندويشات السمك المدخن. يلا نبدي. راح نحتاج أي نوع من أنواع التوست. أنا هنا استعملت نوع التوست المصنوع من الذرة، أو بالإنجليزي يصيحوا له راي بريد. ممكن تستعملون الهول ويت أو الكامل الحبة، أو ممكن تستعملون الأبيض مثل هذا. راح نحتاج تقريبا ربع أو نص كوب من الشبنت المثروم حسب الرغبة. وهنا أنا عندي نوع من أنواع المخللات اسمه بالإنجليزي كيبرز. هذا إذا ما متوفر عندكم ممكن إنه تستغنون عنه. راح أحتاج نص عصير ليمونة، والقشر مالتها كذلك راح أستعمله. وهنا أنا عندي السموك سالمون أو السمك المدخن. راح أحتاج كريم تشيز أو الجبن الكريمي. تقريبا عندي 3 إلى 4 ملاعق خليط جبن كريم. فوقها عصرة ليمون. إذا ما تحبون هواية طعم الليمون يكون ظاهر، ممكن إنه ما تحطون النص ليمونة كله. وضفنا الشبنت، وفوقها خلينا برش الليمون حتى يعطي نكهة مميزة، ونخلط الخليط حتى يكون جاهز حتى نمسح عليه التوستة. تقدرون طبعا هسه تخلون هذا الخليط على التوست وتحطون سموك سالمون وتطلع سندويشة عادية. بس احنا دائما مثل ما عودتكم انه يكون طريقة التقديم مختلفة، لذلك راح نسوي فشي اليوم مميز، وممكن تستفادون من عنده بالحفلات والعزايم والمناسبات. اي قطعة عندكم تقدرون تسوون بها هذا الشكل الدائري وبوسط التوستة. وهسه راح نخلي خليط الجبن اللي سويناه على التوست بهالشكل. طبعا انتوا تتحكمون بالكمية، اذا تحبون الطبقة خفيفة او سميكة. وراح نوزع شرائح السموك سالمون بهالشكل. طبعا هي تجي شرائح خفيفة، اذا تحبون تخلون واحدة او اثنين. انا احب اخلي اثنين حتى يكون طعمها ظاهر شوية. طبعا السموك سالمون او السمك المدخن يحمي العيون ويقوي النظر ويقلل من نسبة ارتفاع ضغط الدم، ويحسن الدورة الدموية، ومضاد للأكسدة، ويعزز صحة البشرة، ويقاوم علامات التقدم في السن. فيا صديقاتي أنصحكم بيه وبشدة. وهسه صارت السندويشات جاهزة. نجي على فقرة التزيين. راح نحط كمية كلش قليلة بالوسط من الخليط الجبن اللي سويناه الباقي، ونحط الكيبرز اللي هو مثل المخلل اللي قلت لكم عليه سابقا، وقطعة صغيرة من الشبنت. وطلعت هذا شكلها النهائي. شوفوا شلون حلو ومميز ويجذب النظر، وشي ما مسويه سابقا. واكيد القطع الدائرية اللي طلعناها من التوستاية ما راح نذبها، راح نسوي بها نوع ثاني ايضا مميز من السندويشات الباردة. اي من المكونات المتوفرة عندكم ممكن تستعملوها، مثلا لبنة وزعتر او اي انواع من الاجبان. انا راح استعمل هسه هنا الحمص والطماطة والبابروني او المارتديلا. طبعا قلت لكم مو اللي تتحددون بالمكونات هاي. راح اخلي طبقة خفيفة من الحمص، وبعدين احط طبقة من المارتديلا وطبقة طماطة، واقدر احط ايضا اقطع الجبن بنفس القطاعة حتى يكون شكله دائري ومنتظم. واخلي طبقة من التوست مرة ثانية، واقدر اثبتها باعواد الاسنان او التوث بيكس، واخلي زيتون اما من جهة واحدة مثل ما راح تشوفون، او ممكن نسويها من جهتين بحيث تعطي شكل مثل التاير. وهذا فيديو اليوم ان شاء الله عجبكم. سوينا نوعين جديدة من السندويشات الباردة، راح تلقوها بسكشن مخصص للسندويشات الباردة موجود بالقناة. ترقبوا اشياء جديدة وانواع جديدة من السندويشات، واشوفكم على خير ان شاء الله بالفيديوهات الجاية، وفي امان الله.